أخبار السبعينات هي نفس الأخبار دلوقتي. مفيش حاجة اتغيرت غير في شوية هدوء على طريقة لبس وكلام. يا ترى اتغيرنا في ايه؟ وممكن نتغير لإيه؟ ال30 سنة اللي فاتت مالهمش 30 لازمة. أيوة. نعم. واحد. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة تتميز بتميز أدائها وتتلون بتلون مشاهديها وتسطع معها خباياها ومعانيها. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جامدة بجد يا جماعة. حلقة النهاردة حلقة ما تتفوتش. اسألني ليه؟ لأن حلقة النهاردة بتتكلم عن مشاكلي ومشاكلك. وخبر اليوم يمس القلب. نعم، يمس القلب. إنه عن مشاكلنا اليومية، بما فيها من مشاكل يومية عن أسعار الغلاء. فالغلاء نار 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 في سوق الخضار. الحلقة النهاردة بتتكلم عن اللجان الشعبية، بس مش اللجان الشعبية بقى بتاعت الثورة ده يا جماعة. في لجان شعبية دلوقتي بقت موجودة في عدد من المحافظات. تخيلوا عشان ايه؟ عشان الأنابيب، أنابيب البوتاجاز بقى عليها لجان شعبية. كيلو اللحمة ب120 قرش، وكيلو الطماطم مجنونة بنت المجنونة بقى ب10 قروش. والبامية اللي بتحب تاكلها الصبح بكام؟ ب20 قرش. الموضوع بيقول ان في قرى في المنيا بتاع اللي في صعيد مصر، في مئات من الناس عملوا لجان شعبيه عشان توزيع انابيب البوتاجاز عشان يحاربوا السوق السوداء. عملوا بوبيلار كوميتيز في 100 منطقه. ومن هنا كان الخبر: الغلاء نار، الناس مش عارفه تعيش، فقرروا اقامه لجان شعبيه لمراقبه الاسعار، لأن إدارة البلاد لا تكفي لمراقبة الأسعار. يا جماعة كل حاجة غليت. أنا عن نفسي أنا مش مصدق. يعني تخيل أنت كيلو الطماطم بقى بكام دلوقتي في الحر، وتلاقي الطماطم معفصة كده وشكلها مش حلو ب8 جنيه. تخيل أنت اللحمة بقت بكام؟ بقت ب80 جنيه. بغض النظر عن أنت بتاكل عنده كباب، ده الكيلو ب40 جنيه. الله أعلم الأكل بكام عند اللحمة دي منين. الرقابة الإدارية لا تفعل شيء. مفيش تسعير. لا التجار بيرحموا الشعب، والشعب مش عارف التسعير، لدرجة ان البيضة ب5 قروش. تخيل حضرتك، يعني بيضتين ب10 قروش. كنا زمان يا جماعة بنسمع السوق السوداء دي في فلوس، وبعد كده هنسمع السوق السوداء فين؟ البلاك ماركت ده هنسمعه فين؟ بعد كده بقى في الاكل بقى، ولا بعد كده بقى هيبقى في الهدوم. تخيلوا انت مثلا تنزل تجيب حظاظه يقول لك لا دي في السوق السوداء. يعني حاجه، يعني نجيب حظاظات منين احنا كشباب دلوقتي؟ ونحن نهيب بالشعب لجان، نريد لجان شعبيه على الاسعار، ما تخليش التاجر يستغل. وإن وجدت مخالفة راسلنا على البرنامج عبر صندوقنا البريدي صاد ب أو عين ط، وبرقياتكم شديدة السرعة، ولكم أطيب التماني وأرق التهاني، وسلام جميع العاملين في الاستديو. فانتوا لو انتوا عندكم اي مشاكل عايزين تقولها لنا، او لو انتوا شايفين حاجه او عايزين فعلا نغيرها في المجتمع، لان ده بقى من الواجب عندنا، ابعتوا لنا وقولوا لنا على تويتر وعلى الفيسبوك. مستنيين كل تواصلكم معانا. من اكتر من 30 سنه وموضوع اللجان الشعبيه على الاسعار ده موجود. كان زمان على الاكل والخضار، ودلوقتي بقى على البنزين والسولار. ليه دايما لما بنحس ان في ازمه في البنزين نجري على طول على البنزين عشان نفول العربيه، ولو ما لقيناش في البنزينه دي نروح على التانية والتالتة، وحتى كمان ممكن نخلص البنزين اللي موجود عندنا في العربيه؟ ليه ال30 سنه اللي جايه الشعب ما يبقاش عنده ثقافه مختلفه، ثقافه قدره الاحتواء الازمه، مش ان انا ازود الازمه؟ اشوفكم الحلقه الجايه. وكيلو الطماطم مجنونه بنت المجنونه
10. فاحنا لازم نحارب البلاك كوميتي دي، البلاك ماركت ولا البلاك فاليو ده، انا مش عارف ايه اسمه، بلاك ايه، بلاك ماركت، لدرجة ان البيضة بقت ب5 قروش. البيضة البيضة